post barrier. So what you can do, groter mycket. Okej? Lite nu. Du kan öppna den post barrier. Okej. أكيد الكثير منكم قد سمع عن الحادثة أو الجريمة البشعة بحق العالم العربي والعالم الإسلامي كامل، الجريمة التي هي حرق المصحف الشريف في أحد الدول الأوروبية. وعشان نعرف هذه الجريمة البشعة خلونا نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم يا حبايبي في فيديو جديد. وقبل ما نبدأ في الموضوع افعل لايك واشترك في القناة إذا ما كنت مشترك، وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وإذا حابب تتابعني في مواقع التواصل الاجتماعي بحط لك الروابط في الوصف. طبعا مثل ما ذكرت لكم الجريمة والحادثة الشنعة التي هي حرق المصحف الشريف في أحد الدول الأوروبية. هذه الدولة هي دولة السويد. طبعا أنا عارف إني تأخرت بهذا الفيديو، بس كان لازم إني أسوي هذا الفيديو. أن تصل متأخرا خيرا من أن لا تصل. طبعا هذه الجريمة حصلت في أحد الدول الأوروبية التي هي دولة السويد في عيد عرفة الذي هو عيد المسلمين. طبعا نجي للشخص الذي قام بهذا الشيء. طبعا هذا الشخص ذكر، أنا ما بتكلمش ولا بذكر اسمه، بعد أن قام بإخراج تصاريح من الحكومة السويدية بإحراق القرآن الكريم، قام بالدعوة لجميع الناس في السويد لحضور مظاهرة لإحراق القرآن الكريم. خلونا نشاهد هذا الفيديو. الآن راح أبدأ مظاهرتي من أمام جامع الكبير في ستوكهولم، راح أحرق القرآن. طبعا هذا الشخص عربي وعراقي الجنسية، ولكن نحن كعرب ونحن كمسلمين لا نتشرف بهذا العينات، وأخواننا العراقيين مستنكرين هذا الحادث ويطالبون الحكومة السويدية بإحضار هذا الشخص لمحاكمته. طبعا بلدان الحرية يدعوا للحرية على مزاجهم اللي هي الدول الأوروبية ودول الغرب، يعني إحراق المصحف الشريف حرية، إحراق علم الألوان إرهاب، محاولة الإضرار بالعرب والدين الإسلامي حرية، مواجهتهم كشف حقيقتهم إرهاب، غزوهم للبلدان العربية حرية، مواجهتهم والتصدي لهم إرهاب. هذه الحرية تدعي لها الدول الأوروبية، الحرية الكاذبة والحرية الخادعة. لم يحصل في التاريخ أن قام عربي أو مسلم بحرق أحد الكتب السماوية لأحد الديانات، لأن ديننا وتعاليم ديننا بترفض هذا الشيء، ونحن كعرب ومسلمين أرقى من أن نقوم بهذه الأشياء. طبعا بعد التصريح الذي قامت بها الحكومة السويدية لإحراق القرآن الكريم، قام الشخص النكر بحرق القرآن الكريم أي أمام أكبر جامع في السويد وأمام كثير من المسلمين، وحاول كثير من المسلمين منعه والتدخل في الموضوع والإمساك به، ولكن الشرطة السويدية تدعي الحريات قامت باعتقالهم. وهذا يثبت لكم كم أن هذول الأشخاص نجسين. يحرق القرآن الكريم، ويقوم بعمل مظاهرة أمام كثير من المسلمين يستفزهم، يقوم بعمل مظاهرة أمام أكبر جامع داخل السويد. طبعا هذا الشخص كان مهدد بالترحيل من السويد، ولكن أراد أن يجلب الأنظار وأن يخدم مصالحهم اللي هي تدمير الدين الإسلامي والذي بتسعى لها الماسونية، فكان مجرد أداة استخدموه لوقت معين وبعدها تخلوا عنه. وخلونا نشاهد الفيديوهات كيف أنه بيناشد. جاي يرجفاني يا أخي، افهمني. قرر أنه حياة سلوان موميكا في خطر، وهناك تقصير في حمايته من قبل السلطات السويدية. مساء الخير للجميع. اليوم الشرطة السويدية سحبت الحماية عني. اليوم الشرطة السويدية سحبت المكان اللي كنت أنا أسكن به، المكان المحمي. الشرطة السويدية خلتني فريسة سهلة للمسلمين اليوم. الشرطة السويدية حاولت تساومني بحريتي مقابل حمايتي. بعد الذي قام به لخدمة مصالحهم تخلوا عنه، والآن بيناشد الحكومة السويدية أنهم محملين المسؤولية أمام سلامته. وهذا يثبت لأي شخص أن هذول الناس كذابين وبيدعوا الحرية فقط. بالأخير ما في عندهم حاجة اسمها حرية شخصية وحريات. إذا كان بتخاف في الدنيا أن شخص يجي يضربك أو شخص يعتدي عليك، فما بالك بالآخرة. هذول الأشخاص النجسين هم عارفين ما هو الدين، وعارفين من هو الدين، وعارفين من هو الإله، ولكن يجلبوا الأنظار على حساب دينهم، ويحاولوا يشتهروا على حساب الدين، ويحاولوا يجلبوا الأموال على حساب الدين. وقاموا باختيار شخص عربي لتنفيذ هذه الجريمة. لماذا؟ عشان يوصلون لمرحلة نقول هذا عربي وهذا مننا وهذا يعني تصرف فردي، والحكومة السويدية أو الدول الأوروبية ما بتدعوش لهذا الشيء، وإنها حرية فقط. يعني يشتروا يوصلون الموضوع هذا يبقى إنه الموضوع هذا موضوع صغير، يعني يستصغر الموضوع، بينما الموضوع قد أكبر موضوع ممكن تتكلم عليه. أي عادك منتظر، يعني أي عادك منتظر تتكلم. كثير من الدول العربية لها مواقف مشرفة تجاه هذا الموضوع، ورفضت هذا الموضوع ونددت بهذا الموضوع. وفي الجهة المقابلة في دول كثيرة
بس سكتت وفي ناس كثير سكتوا. لازم ان كل شخص يتكلم عن هذا الموضوع وغيره من المواضيع ولو بكلمة، لان السكوت بيخليهم يتمادوا. وشاهدنا مؤخرا كثير من المظاهرات وكثير من الوقفات التي اجبرت الحكومة السويدية على التخلي عن هذا الشخص النكرة. Tack ni alla har kommit hit. Jag ser ganska bra. What is unfortunate is here in Sweden, while promoting Islam. نحن متعددي الديانات والأقوام ولكننا شعب واحد. هذا الكتاب المقدس هو كتاب مقدس للمسلمين وللجميع في العالم، وذلك يثبت أن أصواتنا نحن كعربيين مسموعة. طبعا اللي أتمنى أن احنا ما نسكتش تجاه هذه المواضيع ونتكلم مثل ما ذكرت لكم ولو بكلمة. وأتمنى من الدول العربية والإسلامية أن تتحرك ولا تبقى في وضع السكوت. وفي نهاية هذا الفيديو أسأل من الله أن يوفقنا لنصرة دينه وإعلاء كلمته، وهذا ما يتمش إلا لما نكون نحن مخلصين مع الله. طبعا ما شاقولش أن الفيديو نال إعجابكم، لأن الفيديو يوجع على القلب، المحتوى اللي داخل ما يعجبش أي شخص. لذلك شاقول أتمنى أن الرسالة وصلتكم، وأتمنى أن احنا كلنا نتحرك ونكون يد واحد نحن كعرب ومسلمين في مواجهة هذه العينات. وقبل ما نختم افعل لايك واشترك في القناة إذا ما كنتش مشترك، فعل زر الجرس، والتقيكم في فيديو قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.